محمد صلاح هيعمل كارثه قبل ما يمشي من ليفربول. طبعا ما حدش واخد باله منها خالص. سيبك بقى من ان هو هيروح اي نادي، احنا كده كده ورا محمد صلاح ان شاء الله. هيروح موزمبيق كلنا برضه هنلبس التيشيرت الموزمبيقي وهنشجعه. ولا بقى هكلمك عن بيع التيشيرتات وان هم خساره قد ايه في الحركه دي، ولا بقى هكلمك عن الماركتنج والصفحات والكلام ده كله. انا هكلمك عن حاجه اكبر من كده بكتير. صفحه ليفربول كانت في 2017 من 15 مليون ل 20 مليون. حلو كده حلو كده. دلوقتي بقت 49 مليون. انت متخيلين ان كلوب وصلاح زودوا 29 مليون متابع؟ انت متخيلين الرقم انا بقوله لكم؟ طبعا دلوقتي هيطلع واحد براس بخاخه يقول لي عادي يا عم في داهيه. لا، ده الموضوع اكبر مما تتخيل. بقى هديك مثال كريستيانو لما كان في الريال وبعد كده راح اليوفي وبعد كده راح نادي النصر، في حرفيا 20 مليون 25 مليون ماشيين معاه كده فولو 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 فولو. لو راح في الهند هنعمل متابعه في الهند. الموضوع لا ده فلوس وسبونسرد وريتش، ده الموضوع كبير كبير قوي كمان. طبعا بقى غير اللي احنا بنطبل لاي حاجه لصلاح، شوف بقى التفاعل ده كان بيكسبهم قد ايه. اكتب بقى في الكومنتات انت اصلا هتشجع ليفربول وهتفضل عامل له متابعه حتى بعد ما صلاح مشي ولا لا. وطبعا عندكم المحتوى اعملوا متابعه.